عارف إن أخطر حاجة في العلاقة مع النرجسي مش الإساءة نفسها، ولا الكذب، ولا التلاعب، ولا حتى الصمت العقابي. الخطر الحقيقي إنك تبقى فاهم إنه أذاك وبرضه مش قادر تنساه. كل حاجة بتقولك انساه، لكن جسمك ومخك بيرفض ده. وده مش ضعف منك، دي استجابة نفسية اسمها رابطة الصدمة. رابطة بتخلي دماغك يربط الألم بالحب، ويتحول الحرمان إلى رغبة، ويفضل الجزء المصاب فيك مستني لحظة الحنان اللي بتيجي بعد كل وجعة. النهاردة هنفك الرابطة دي خطوة بخطوة، هنفهم ازاي اتزرعت بداخلك، وازاي النرجسي بيستغلها لإخضاعك، وازاي ترجع تبني نفسك من غيره بوعي. أهلا بيكم. أول حاجة لازم نعرف إيه رابطة الصدمة. خليني أقول لك الصورة من الأول. العلاقة دي ما كانتش جحيم من البداية، صح؟ كانت حلم فيها حب ورسائل كلها وعود واهتمام مبالغ فيه، وبيقول لك أنا جنبك مهما حصل، أنت الشخص الوحيد اللي فاهمني. بس الحقيقة إن اللحظة دي كانت أول خطوة في السيطرة. النرجسي بيعرف كويس إنك محتاج حب، فيديلك بالظبط الجرعة اللي تخليك تتعلق، وبعدها يبدأ في سحبها بالتدريج. هنا بيحصل أخطر خلل نفسي ممكن تتعرض له، إن الشخص اللي بيوجعك هو نفسه اللي بيديلك جرعة حب بعد الوجع، وده اللي بيخلق رابطة الصدمة. المخ في اللحظات دي بيشتغل زي دائرة الإدمان بالظبط، كل مرة يسيبك فيها مستوى الدوبامين عندك بينهار، ولما يرجع بكلمة، بنظرة، برسالة بسيطة، المخ بيفرز دفعة جديدة من الدوبامين، فتفتكر إنها راحة أو حب، لكنها في الحقيقة انسحاب وجرعة جديدة. وده اللي بيخليك بدل ما تهرب من مصدر الألم تجري اتجاهه علشان تاخد منه الراحة المؤقتة اللي هو نفسه حرمك منها. بس الحقيقة اللي انت حاسس بيها مش حب، دي استجابة عصبية. كل ما تفهمها تبدأ تفك الرابطة، مش بالقوة لكن بالوعي. طيب ازاي النرجسي بيبرمج مخك؟ العلاقة دي مش فوضى زي ما كنت فاكر، ده تلاعب متقن من النرجسي بهدف السيطرة عليك وإخضاعك. يعني المكافأة ما بتجيش كل مرة، في مرة يديك اهتمام وبعدها يختفي، يوم يحسسك إنك أهم حاجة في حياته، واليوم اللي بعده يصحى الصبح كأنه مش شايفك أصلا. الدماغ في الحالة دي بيفقد التوازن. الإنسان بطبيعته محتاج نمط ثابت عشان يحس بالأمان، بس النرجسي بيكسر النمط ده عمدا، يخليك تعيش على امل اللحظه المريحه اللي جايه. بس المشكله انك ما تعرفش الجرعه اللي جايه امتى، فتفضل في حاله توتر وترقب مزمن. وهنا بتبدا اخطر مرحله من البرمجه النفسيه. مش بتسال هو بيحبني، لا، بتسال امتى هيحبني تاني. وده بالظبط اللي هو عايزه، لان الشخص اللي عايش في الامان ممكن يعترض او ينسحب، لكن اللي عايش في الترقب بيتحول لانسان قابل للسيطره، يبقى مستعد يقدم اكتر ويبرر اكتر ويصبر اكتر عشان ياخد لحظه رضا واحده. النرجسي هنا مش بيدور على حب، هو هدفه الوحيد السيطره. عايز مخك يتبرمج زي ما هو عايزك لما يبعد تحس بالانسحاب، ولما يرجع تحس انك اتولدت من جديد. وده سر اللعبه. مش بيحبك علشانك، هو بيحب الاحساس بالقوه اللي بيجيله لما بيشوفك بتتكسر وتستنى منه جرعه جديده. طب ليه بتواجه صعوبه في فك هذا التعلق المرضي؟ مفيش حد بيصحى يقرر انا النهارده هفك رابطه الصدمه. الموضوع مش قرار عقلي ولا حتى قوه اراده، ده صراع بينك وبين جهازك العصبي. دماغك بتتشتت لان الشخص اللي بيسبب لك الم هو اللي بعد كده بيدي لك راحه مؤقته، فالدماغ يربط الراحه دي بالشخص نفسه. كل مره تسيبه يجي الاشتياق، بس الحقيقه انك مش بتشتاق له كشخص، انت بتشتاق للراحه المؤقته اللي كان بيديها لك بعد ما يوقف الالم. بتشتاق للحظه اللي كان فيها الالم يسكت شويه. وده نفس اللي بيحصل في الادمان بالظبط. المخ ما بيطلبش المد، هو بيطلب نهايه الالم. عشان كده الناس اللي خرجت من العلاقه بيرجعوا تاني، مش لانهم ضعاف ولا لانهم مش فاهمين، لكن لان الجهاز العصبي لسه مربوط بيه. كل حاجه لسه متبرمجه على صوته، وجوده، حضوره، حتى الصمت اللي كان بينكم بقى مرتبط في دماغك بالاحساس بالامان بعد العاصفه. وده اللي بيخلي مرحله الانفصال مؤلمه بالشكل ده. الدماغ بيترجم غيابه كانه خطر، سواء في حاله الانفصال العاطفي او الانفصال الفعلي. عشان كده الشفاء من رابطه الصدمه مش بيبدا بالعقل، بيبدا بالجسد. لازم الجسم الاول يهدى، والجهاز العصبي يتعلم من جديد يعني ايه امان من غير وجوده. وده بياخد وقت وصبر ووعي. بس اول ما تدرك ان الاشتياق مش حب، وان الوجع مش دليل على العلاقه، تبدأ أول خيط من فك التعلق فعلا. تعالوا نشوف إيه خطوات فك التعلق. أول خطوة في فك التعلق المرضي هي الوعي. أول خطوة في فك التعلق المرضي هي الوعي، بس مش الوعي بالعقل، الوعي بالجسم وبالعاطفة وبالإحساس اللحظي اللي بيحصل بداخلك. خد بالك، المخ ممكن يبرر لك كل حاجة، لكن الجسم عمره ما بيكذب. فبدل ما تسأل لسه بحبه ولا لأ، اسأل نفسك جسمي بيقول إيه وأنا بفكر فيه.
هل بتحس بخنقة؟ نبضك بيعلى؟ بتتوتر؟ بتحس بذنب من غير سبب؟ الإشارات دي مش حب، دي ذاكرة الألم اللي لسه ما اتفكتش، وده المكان اللي لازم تبدأ منه الملاحظة. اعرف مشاعرك مش علشان تنظم أفكارك، لكن علشان تطلعها من دماغك وتشوفها بعينك. اكتب كل موقف اتعامل فيه معاك بإساءة وبعدها رجع بحنان، كل مرة شعرت فيها انك غلطان لمجرد انك طلبت حق، كل مرة حسسك انك السبب في وجعه وبعدها اعتذر بلطف. لما تشوف النمط ده بوضوح، العقل بيبدأ يفصل بين الشخص والوجع ويفهم انك مش مدمن عليه، انت مدمن على الدوبامين اللي كان بيجي بعد الإساءة. من اللحظة دي تبدأ أول خطوة في فك التعلق، انك تبطل تشوفه كمصدر الراحة وتبدأ تشوفه كمصدر الألم اللي محتاج تتعافى منه. وده الوعي اللي بيبدأ يحرر الجهاز العصبي، الوعي اللي بيخليك لأول مرة تسمع صوتك أعلى من صوته، وصوت الحقيقة أعلى من الإدمان. الخطوة الثانية في فك التعلق المرضي هي إعادة تعريف معنى الحب، لأن النرجسي دمرك، ساب عندك تعريف مشوه للحب، وهو بيبرمجك على معادلات غلط. علمك ان الحب هو تضحية بلا مقابل، ان القرب وجع، ان التسامح ضعف، وان العلاقة الحقيقية تساوي قلق واختفاء وتلاعب. بس في العلاقات الصحية مش لازم تمشي على قشر بيض علشان العلاقة تفضل موجودة. النرجسي شوه المفهوم ده على طريقته علشان يسيطر عليه، خلاك تصدق ان الحب الحقيقي دايما وجع يعقبه راحة، لان المخ اتعود يربط بين الألم بالارتياح اللي بيجي بعده. خلاك تصدق ان الحب الحقيقي دايما وجع يعقبه راحة، لان المخ اتعود يربط الألم بالارتياح اللي بيجي بعده. وعلشان تبدأ تتعافى لازم تعيد تعريف المعنى من أول وجديد. الحب هو سكون مش فوضى، هو أمان مش ترقب، هو مشاركة مش اختبار. وكل مرة تحس فيها انك بتدور على جرعة حب من النرجسي، فكر نفسك، انا مشتاق لايه بالظبط؟ هل للإنسان ولا للإحساس المؤقت بالهدوء اللي كان بعد العاصفة؟ لما تفرق بين الاتنين تبدأ تبني تعريف صحي للحب مبني على احترامك لنفسك، وده هو المفتاح الحقيقي. فعلشان تفك التعلق لازم تعيد ضبط الجهاز العصبي بالكامل. لما تحس بالاشتياق أو الخوف أو الذنب، اعرف ان ده تأثير رابطة الصدمة مش حقيقي. السر مش انك تمنع الإحساس، السر انك تعدي الموجة دي بوعي لحد ما تهدى. كل مرة تهدي جسمك من غير ما تلجأ له، انت بتفك خيط جديد من شبكة التعلق المرضي. وتالت حاجة هي إعادة بناء الذات. النرجسي فكك ذاتك، خلاك تشك في نفسك، في حكمك، في قيمتك. فعلشان تفك رابطة الصدمة لازم ترجع تبني نفسك من جديد. ابدأ بحاجة بسيطة، اعرف نفسك الحقيقية، انا بحب ايه، انا بكره ايه، ايه اللي بيخليني مرتاح، ايه الحدود اللي مش مستعد اسمح بتجاوزها تاني. كل اجابة بتسترجع جزء من نفسك اللي كانت غايبة. واخر مرحلة هي كسر الوهم. اكثر حاجة بتربط الناس في العلاقة دي هي الوهم، وهم انهم ممكن يتغيروا، وهم انهم لو اتألموا كفاية النرجسي هيقدر. لكن خليني اقولها بوضوح، النرجسي مش هيتغير، مش لانه مش قادر، لكن لانه مش شايف انه محتاج يتغير. هو مش شايف نفسه مؤذي اصلا، هو شايف نفسه الضحية. وانت المشكلة اللي لازم تتصلح. ولحد ما تدرك ان دي الحقيقة هتفضل بتحاول تصلح حاجة هو مصمم يدمرها. الحرية مش انك تنساه، الحرية انك تفتكر وتتخطى، انك تفصل قيمتك عن وجوده. وده مش هيحصل في يوم ولا اسبوع، بس كل مرة تختار نفسك، كل مرة تقول كفاية، كل خطوة وعي تجاه نفسك، انت بتفك خيط من رابطة الصدمة. وافتكر النجاة مش أنانية، دي أول خطوة في استرداد نفسك الحقيقية. شاركونا التعليقات.